فين ما كتجبد الفلوس كيبداو معها الشكاوي والستريس، والاغلبيه ديال الناس كييفيتيو انهم يهضروا عليها. والسبب الرئيسي هو ان الناس ما كتبغيش تجوجي راسها وطريقه التعامل ديالها مع الفلوس، وفي غالب الاحيان ما كيتشكاو من لو سيستيم، من لي تاكس، من الكابيتاليزم، وديما المشكل ديال شي واحد. اليوم we will take a step back وغادي نشوفوا راسنا في المرايه باش ننقذوا ما يمكن انقاذه. انا المهاجر المستثمر، واليوم جيت باش نشوفوا فين كاين لافويت، علاش الاغلبيه ديال الناس ديما مزيرين في الفلوس ويقدروا ينجحوا في كل شيء سور لو بلان فاميليال بروفيسيونيل، ولكن فاش كيتعلق الامر بالفلوس ديما كاين مشكل. غادي نبارطاجي معكم 8 ديال الحوايج اللي كتعاني منها الاغلبيه ديال الناس، وحتى انا كنت واحد منهم، خصوصا في السنين الاولى ديالي كمهاجر في كندا. ودائما هنا كنهضروا سور لو بلان فينانسيي. غادي نبغي نعرف الراي ديالكم حتى نتوما، ما تنساوش تخليوه في لي كومونتير. اول حاجه وهي تجمع الفلوس بلا هدف، وهنا بزاف ديال الناس كيبداو يجمعوا الفلوس وكيظنوا ان الثراء هو شحال عندك ديال الفلوس كاش، ولكن واش كيعرفوا باللي الانفلاسيون كدي من فلوسهم كل عام؟ ورغم ان لي بنك سنترال كيتحكموا في سعر الفائده، ولكن التضخم راه ديما كاين. واللي متبع الاخبار بيان سور فيالله البارح البنك الفيدرالي ديال امريكان زاد نقص في لو طو دانتيغي، وهذا الشيء سا امبليك انه الانفلاسيون صعيب تهبط في لو سيناريو اللي فيه لي بنك سنترال كينقصوا في لو طو دانتيغي. والسؤال اللي خاصك تسول راسك هنا هو علاش غادي نجمع الفلوس بلا هدف الوغ كو كتفقد القيمه ديالها مع الوقت؟ الفلوس بحالها بحال واحد الزريعه اللي تقدر تاكلها وتقدر تغرسها، والمساله كتبقى راجعه ليك. الا كليتيها غادي تحتاج انك تخدم باش تشري واحده اخرى، والا زرعتيها غادي تقدر تعطيك شنو غادي تاكل وشنو غادي تزيد تزرع. وكيف ما قلت المسألة راجعة لينا حنا، ولكن المشكل هو ان الاغلبية ديال الناس كيختاروا اسهل طريق، وهو انهم ياكلوا ديك الزريعة اوليو انهم يزرعوها. الحاجة الثانية وهي الناس الاغلبية ديالهم ما كيعرفوش شنو يديروا بالفلوس، دونك كيخسروها. وهذا الشيء كيكون راجع لانه دي بتي مونطون فاش كيكونوا عندنا كيصعب علينا اننا نفكروا نستثمروهم، ودائما عندنا دوك الافكار ديال انه خاص حتى يتجمع ان كابيتال كبير عاد نقدروا ندخلوا في مجال الاستثمار. وصعيب تقنع واحد اللي ما عمره ما استثمر انه بدي بتي مونطون يقدر يوصل لان بورتفوي كبير مع مرور السنين. وهذا الشيء كيخلي الناس انها تبقى بلا اوبجيكتيف، وبويسكو كيشوفوا المدخول ديالهم قليل ما كافيش للاستثمار فكيشوفوه فقط صالح لانه يتخسر. والخطا هنا هو ان هذاك لو بتي مونطون كيخليك قادر انك تصرف، ولكن بمجرد انك تخسر خدمتك لا قدر الله كتلقى راسك في اون امباس. وهنا بزاف ديال الناس كنعرف خسروا خداميهم في الكوفيد، وهاد المساله تقدر توقع حتى دابا مع الاي اي. وكيف ما شفتوا في الاخبار ديال هاد لا سيمين امازون جراو على 14,000 بوست في امريكان. ولا ما عرفناش دابا شنو نقدروا نديروا بفلوسنا كنحطوا راسنا في واحد لو ريسك كبير. داكشي علاش باش فهمت هاد الشيء قررت انني ندخل نانفيستي في لو مارشي بورسي كنديان اي امريكان، وكنستعمل لي دو بلاتفورم ويلد سيمبل و كويستريد اللي درت عليهم دي فيديو وكنشرحهم لكم في القناه، وكنتمنى ان كل شيء يستافد. غادي نخلي لكم لي ليان في لا ديسكريبسيون ديال لي دو بلاتفورم ولي ليان ديال لي فيديو اون ا دروات بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوهمش. الحاجه الثالثه وهي نكوبيو ونشريو نفس الحاجات اللي كيشريو الناس، سواء باش نكونوا بحالهم سواء باش نعجبوهم. واللي قرا الكتاب ديال سايكولوجي اوف ماني غادي يعرف هاد القضيه. وبزاف ديال الناس غادي يكونوا عاشوا التجربه ديال كيمشيو ويشريو شي حاجه وكيكون عندهم ان بودجي ليها، وفي الاخر كيشريو بكثر من هذاك لو بودجي ديالهم. علاش؟ فاش كيلقاو راسهم وصلوا لواحد لو مونطون كيقول هو ما بقى ليا والو وناخذ محسن، وكيزيد على هذاك لو بودجي، وفي الاخر كيلقى راسو انه شرا تقريبا بالدوبل ولا بالتريبل ديال لو بودجي ديالو. ولا حتى مساله انه بعض المرات الناس كيمشي ويتشيكيو شي حاجه ولا يماغازينيو حتى كيلقاو راسهم شارينها. الحاجه الرابعه وهي تنسى انك تكون سعيد، سيتادير تزير راسك وتبدا تستثمر وتبدا تجمع الفلوس وتنقص لي ديبونس ديالك بشكل كبير. وهنا بزاف ديال الناس بمجرد ما كيشوفوا لو بورتفوي ديالهم طايح في البروميي موا يكونوا عندهم مشاكل في الخدمه باغ اكزومبل، كيجيهم ان ستريس فاميليال، الظروف ديال العيش تقدر ما تكونش مساعده، وهذا الشيء كله كيقدر يكري واحد لاتموسفير نيجاتيف وكيعيا الانسان وبسيشيكمون ما كيبقاش قادر وكيولي يدير قرارات غلطه، ويقدر ميم يرجع لا فاصون دو كونسومي اللي كان عليها قبل.
وهاد المساله كتدخل في لا جيستيون ديموسيون، والانسان خاصو الا كان غادي يبدا الاستثمار يبدا شويه بشويه وغير بالعقل. الحاجه الخامسه وهي العكس، انك تكون حاس بواحد الرضا كبير على راسك وتكون فرحان اكثر من القياس. وهنا بزاف ديال الناس كيشوفوا فقط لو سيركل ديالهم اللي كيكون دي فوا ليميتي، وإلا كانوا فيه ناس قل منه فينانسيرمون كيحس براسو ثري وكيحس براسو وصل. ضروري ما الانسان يحمد الله بيان سور، ولكن الطموح ما خاصوش يموت، وإلا درتي هاد الجوج غادي تكون سعيد بالطريقه الصحيحه. الحاجه السادسه وهي الفوكس على الشورت تيرم، وهذا الشيء راجع بكل بساطه لان الناس كيبان لهم انه صعيب نديروا اون بريديكسيون للفوتور، والعمليه في غالب الاحيان كيكون فيها ستريس. الناس ما كتبغيش تفكر في لو لون تيرم 5 سنين 10 سنين ميم 20 طون اي بلوس، ودائما كيمشيو للسهله وهي شنو خاصني دابا. هادشي ما كيعنيش انه ما يكونوش عندنا دي زوبجيكتيف شورت تيرم، ولكن هادشي ما كيعنيش انه خاصنا نغفلوا على اللونج تيرم، وخصوصا الا كنا داخلين المجال الاستثمار فغادي تتعذب وصعيب تنجح الا كنتي كتفكر في الشورت تيرم وكتظن انه غادي تقدر دير ثروه كبيره دغيا. والحاجه السابعه وهي انك تليميتي راسك في لا ديسكوسيون على الفلوس مع لو سيركل الضيق ديالك. والمشكل هنا في حاله الا كانت الوضعيه الماليه ديالهم قل من ديالك فصعيب عليك انك تفكر كيفاش توصل للثراء ولا ميم تحسن من الوضعيه ديالك. ضروري ما الانسان يشوف حتى الفوق ويحل ودنيه مزيان ويحاول يتعلم، راه حتى شي حاجه ما صعيبه. تقدر تسمع على الاستثمار وعلى لي بلاتفورم اللي كيتستعملوا، وعادي في الاول انه يكون عندك بزاف ديال الفلو، ولكن اللي ماشي عادي هو دير راسك بحال ما سمعتي والو وتبقى غادي مكمل. الافكار ديال جمع الفلوس كاش وشري ليموبيليي مازال خدامه، ولكن كاين دوطخ زوبورتونيتي اللي كاينين دابا حتى هما وعندهم مستقبل. داكشي علاش خاصنا نبقاو على بال. الحاجه الثامنه اللي كيعانيو منها بزاف ديال الناس وهي لو شونجمون ديدي. كل مره كتكون عندك شي حاجه جديده كتفكر تبدا في واحد لو دومين، كتقرا عليه شويه كيلكو سيمين ومن بعد كتفكر تبدا في ان اوتر دومين. الا بقيتي كتنقز من حاجه لحاجه، من اوبجيكتيف لواحد اخر، كتحاول تكوبي الناس، كتسمع الفيك انسبيريشنز، ناس اللي كيهضروا على كيفاش دير الفلوس بسرعه. هاد الحاجات كيقدروا يخليوك موتيفي وي، ولكن راه حتى شي واحد ما غادي يدير الخدمه في بلاصتك. والنجاح ضروري ما كيحتاج مجهود. ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو معنا في لاشين وتكونوا دي زاكتور ماشي دي سبيكتاتور. كان معكم المهاجر المستثمر، السلام عليكم.